فاكرين المج الازرق ده؟ برضه مش موجود، ولو لسه موجود فهو لسه لونه ازرق، ولو مش فاهم ارجع الفيديو اللي فات. نعمل ايه بقى في المتلاعب اللي بيلعب بعقلنا؟ كتاب The Gaslighting Effect قال لنا ان اول ما نحس ان المتلاعب بيلعب بعقلنا نعمل الاتي. رقم 1، التأكد. نتأكد الأول إن الشخص ده فعلا عايز يطلعك غير واعي أو عايز يشككك في نفسك، يعني بيعمل كده كتير مش مرة ولا 2. رقم 2، الهدوء. رد فعلك السريع والغاضب من اللي بيقوله ممكن يزود فرصة إنه يعمل معاك كده تاني، أصله بيتغذى على توترك فمش هيبطل. اسمع منه وانت هادي وبعدين ولا كأنك سمعت حاجة. رقم 3، التوثيق. تكتب الموقف اللي حصل أو تسجله على الموبايل علشان تبقى ترجع تاني تقرأ الموقف وتعرف ايه اللي حصل بجد. ده هيساعدك انك تثق بنفسك وتواجهه، اللي هو لا انا فايقلك على فكره. رقم 4، التمكن. لما تتاكد ان انت تمام والاحداث مظبوطه عندك واجهه، ما تسمحلوش انه يشكك فيك. لو بقى اصر على استفزازك ما تجادلوش كتير، خلاص تمام سيبه وامشي، انت عرفت اخره خلاص. رقم 5، الصحبه. خلي الناس اللي قريبين منك وبتثق فيهم موجودين حواليك، واحكي لهم على اللي بيحصل من الشخص ده علشان تتأكد يا حبيبي ان انت صح ولسه بعقلك. رقم 6، الرعاية. الرعاية الذاتية لنفسك بتحسن حالتك الصحية والنفسية وبتخليك كده واثق في نفسك، ويا جبل ما يهزك ريح. وعلى فكرة عايزة اقول لكم على حاجة، الكوباية دي صفرة فعلا.